تعالي اقولك ازاي تعملي احلى رز بلبن يكون كريمي جدا، طعمه خطير ويجنن. هحط كوباية رز، مية، مية كتيرة، رشة ملح. بصوا بقى الرز اللي هو بيبقى رز بلبن بيستوي على نار عالية جدا، وبفضل اقلب فيه كده لحد ما يبدأ يشرب المية بتاعته. ساعتها بقى هبدأ اضيف اللبن وبقية المكونات. بصوا بقى كده المرحلة دي كده الرز بدأ يشرب المية وخلاص هو استوى اصلا. انا كل ده بقلب فيه. دلوقتي بقى هضيف السكر حسب الرغبة. انا على الكمية دي هحط كوباية سكر. هقلبها بقى كويس وبعدين اضيف اللبن. بصوا بقى ده اللبن من بتاع اللبان اللي هو لبن السايب. عشان تاخدوا احلى رز بلبن لازم يكون اللبن بتاعكم دسم، لبن يكون حلو. فانا هنا عندي تقريبا دول 2 كيلو لبن. بصوا كده بقى الرز استوى خلاص، انا هحط اللبن بتاعي. اخد تقريبا كيلو ونص لبن. شايفين الوش اصلا قد ايه حلو جدا. هنا بقى هبدأ اوطي النار عشان لسه في مكونات تانية هضيفها. بصوا بقى هنا السر بتاع ان الرز بلبن يطلع طعمه ريتش جدا، طعمه حلو، طعمه غني. فاحنا دلوقتي هنحط ايه؟ اول حاجة انا عندي 200 جرام كريمة. اي كريمة عندكم، كريمة سايبة، كريمة جوينا، اي كريمة. هحط معلقتين نشا. هحط باكت ايس كريم بودرة اللي هو بتاع بالفانيليا بتاع دريم. وبرده باكو كريم شانتي وباكت فانيليا. اول حاجة هحط معلقتين كبار نشا. بعدين هضيف الايس كريم الفانيليا ده. لو في حاجة مش موجودة عندك عادي شيليها، انا ساعات مش بيبقى كل حاجة عندي بشيلها من الوصفة. هحط باكو كريم شانتي وهحط باكت فانيليا. هقلب بقى المكونات الجافة دي كده. بعدين هضيف الكريمة. بصوا بقى عشان الخليط ده يتضرب معايا هزود شوية لبن. بصوا بقى كده القوام بتاعه بقى قوام كريمي جدا. بصوا بقى دلوقتي اللبن بدأ يغلي هو والرز. هضيف بقى الخلطة اللي انا عملتها. هقلبها بقى، هبقى اقلب الخلطة مع الرز.